مرحبا بكم. إذا كنتم من محبي السفر وتبحثون عن تجربة فريدة بعيدا عن الزحام، فالمغرب هي وجهتكم. لقد شهدت المملكة المغربية تطورا هائلا في بنيتها التحتية، مما يجعل السفر أسهل وأكثر متعة. تخيلوا طرقا سريعة تربط المدن الكبرى بالمناطق النائية، مثل الطريق السيار الرائع بين الدار البيضاء وأكادير، وقطار البراق فائق السرعة الذي ينقلكم بين طنجة والدار البيضاء في لمح البصر. ناهيكم عن ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح مركزاً تجارياً رئيسياً بين قارة أوروبا وإفريقيا. كما تم تحديث مطاراتنا الدولية مثل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار مراكش المنارة لتوفير تجربة سفر مريحة وعصرية. ولم نتوقف عند هذا الحد، فمشروع النور للطاقة الشمسية في ورزازات يعد من بين الأكبر في العالم، مما يعزز استخدامنا للطاقة المتجددة ويحافظ على بيئتنا. كل هذه الإنجازات تساهم في نمو اقتصادنا الوطني وتحسن جودة حياة المواطنين المغاربة. معاً نبني مستقبلاً أكثر إشراقاً للمغرب. مرحباً بكم جميعاً. بينما نتحدث عن التطور الكبير في البنية التحتية بالمغرب، هناك حدث رياضي ضخم ينتظرنا جميعاً: كأس العالم 2030. نعم، المغرب تقدمت بملف لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق، وبالتأكيد ستلعب البنية التحتية المتقدمة والمرافق الحديثة دوراً رئيسياً في نجاحه. تخيلوا معي ملاعب عالمية مجهزة بأحدث التقنيات تستضيف مباريات كأس العالم وتجذب المشجعين من كل مكان. تخيلوا ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بجديداته الرائعة ليصبح على أعلى المستويات. تخيلوا أيضاً إنشاء ملاعب جديدة في مدن مثل الرباط ومراكش وطنجة. ولن تقتصر التحضيرات على الملاعب فقط، فشبكة النقل المتطورة ستسهل تنقل المشجعين بين المدن المختلفة. من قطار البراق فائق السرعة إلى الطرق السريعة المتطورة، ستكون رحلاتكم سلسة وممتعة للجميع. كما أن الفنادق والمرافق السياحية الحديثة ستكون جاهزة لاستقبالكم وتقديم تجربة ضيافة لا تنسى. كل هذه الاستعدادات تعكس طموح المغرب في تقديم بطولة عالمية استثنائية تجمع بين الرياضة والثقافة والتكنولوجيا. نحن على أبواب حدث رياضي ضخم سيضع المغرب على الخريطة العالمية، ويظهر قدرتنا على تنظيم فعاليات عالمية بروح من الابتكار والتفاني. لنستعد معا لاستقبال كأس العالم 2030 بكل فخر وحماس.